السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في فيديو جديد. فيديو النهاردة رحلة اليوم اللي احنا ماشيين فيه من اسكندرية لمطروح. طبعا أنا قلت لكم إن أنا أجلت السفرية دي أكتر من مرة لأني أنا كنت تعبانة، فأنا كل مرة بطلع بأجر شقة. فالمرة دي كلمنا السمسار يجيب لنا الشقة، فما يحصلش نصيب ما أقدرش أطلع فنأجلها. فضلنا على كده لحد ما الوقت بقى ضاق معانا، فقلنا خلاص نطلع مع شركة سياحية، ودي كانت أول مرة أطلع مع شركة سياحية. طيب اتصلنا بكذا شركة، المهم بنشوف العروض والكلام ده كله، بس تكون شركة يعني تكون مضمونة. المهم كانوا بيقولوا مفيش أماكن فاضية، خلاص اللي حجز حجز من بدري. فدي الشركة الوحيدة اللي تفهموا الموقف وقالوا طب آخر شقة موجودة في الرحلة اللي جاية دي على طول، لو اوكي يبقى تمام خلاص مفيش مشكلة. طب امتى الرحلة؟ بعد بكرة. يعني قدامنا قد ايه؟ هو النهاردة وبكرة، يعني يوم واحد. فالمهم قلنا تمام مفيش اي مشكلة. فكان قدامي اليوم اللي انا اتفقنا فيه وتاني يوم. اليومين دول ان انا انزل اجيب الحاجات بتاعه المدرسه بتاعه الولاد، وان كمان اجيب الاكل واجهزه، وطبعا لازم ياخد وقته في التفريز علشان المسافه طويله. فطبعا كنت ايه يعني بجري ورا نفسي لان انا لازم اظبط كل الامور دي قبل ما امشي. طيب الاتوبيس بتاع الرحله بيطلع من القائد ابراهيم من محطه الرمل. طيب احنا ساكنين في العجمي، ف بياخدوا اللي هم ساكنين في العجمي من عند كافيه زورو اللي في 21، لان طبعا مش ده اول طريق الساحل. فطبعا مش من الطبيعي ان انا هنزل من هنا اروح محطة الرمل واركب الاتوبيس من هناك ويلف بيا يجي تاني عند كافيه زورو. فاحنا طبعا بنروح نستنى هناك، وهم بيسيبوا لك مكان في شنطة العربية علشان تحطي فيها الشنط بتاعتك تمام، وبيسيبوا لك الكراسي اللي انت بتحدديها انت عايزة تقعدي فين. يعني انت حابة تقعدي فين في الاتوبيس، انت بتقولي لهم انا عايزة اقعد في المكان الفلاني، يبقى الدنيا معاكي تمام مفيش اي مشكلة. طيب انا بحب اسافر بالنهار، يعني كل مرة امشي الساعة 5-6 الصبح، المهم ان انا اوصل بالكتير في مطروح على الساعة 10 الصبح. فأول مرة إن أنا أسافر بالليل، ما بحبش أبدا السفر بتاع بالليل ده. فكنت مقلقة قوي إن هما العربية هتطلع من القائد إبراهيم على الساعة 5. فطبعا هي عبال ما جات لنا الساعة 7، أخد ساعة ونص في الطريق، وبعد كده قعد نص ساعة في البنزينة بيحط بنزين. كل ده طبعا واحنا واقفين مستنيينهم، كلمناهم في التليفون قالوا في الطريق، كلمناهم تاني قالوا في البنزينة. فالمهم اتحرك بينا من 21 الساعة 7 بالليل. فطبعا أنا كنت مقلقة من حتة السفر بالليل دي، بس بصراحة ممتعة جدا. يعني عن تجربة السفر بالليل حلوة. طبعا بالنهار الشمس الكلام ده كله فلا. أولا الأتوبيس مكيف، الأتوبيسات الكبيرة دي بتبقى ماشية على مهلها. انا مجريه الفيديو، هو بيبقى ماشي اصلا على مهله، السرعه بتاعته مش عاليه زي العربيات تروح يمين وشمال ومطبات والكلام ده كله. اولا هو ما بياخدش مطبات، وتاني حاجه الطريق اصلا يعني بسم الله ما شاء الله ما فيهوش ولا تكسير ولا الكلام ده كله. كان الاول فيه تكسير وما كانش فيه اضاءه كتير. دلوقتي الاضاءه بسم الله ما شاء الله اضاءه ياما، مفيش مكان فيه الإضاءة مش موجودة. والطريق كله سليم، مفيش تكسيرات ومفيش الكلام ده كله. الأتوبيس ماشي هادي، مشغل بقى أغاني هادية غير الأغاني اللي بتكون شغالة في العربيات الصغيرة، بتكون صوتها يعني جامد. لا مشغل أغاني هادية، ماشي بالراحة، سرعة مظبوطة، مش واخد مطبات، مفيش تكسير الكلام ده كله. بصوا يعني حلو قوي. وجا بعد كده بقى شغل مسرحية مسرحيات بتاعت مسرح مصر. فالناس كانت متفاعلة قوي يعني معاه، فكبار وصغيرين كانوا مبسوطين. وطبعا عشان مكيف فما هتحسيش بقى ولا بحر ولا بالكلام ده كله. زي ما بقولك بيسيبولك مكان في العربية بتحطي فيها الشنط بتاعتك كلها،
الايس بوكس، الكولمن، الشنط. بتاخدي بس معاكي شنطه بس فوق فيها بقى، لو معاكي بقى اولاد فبتاخدي سندوتشات علشان الطريق، ازازه ميه، عصير، بلاش تكتري من العصير وازايز الميه بالذات مع الولاد الصغيرين. بتاخدي معاكي بقى شيبسي، بسكوت، الكلام ده كله في شنطة معاكي بس فوق. لكن هو كل حاجة اتحطت في شنطة العربية. الطريق طبعا يعني كان ممتع، انا كنت قاعدة جنب الشباك. الفيلا شكلها جميل قوي. انا كنت قاعدة الناحية التانية، يعني الناحية التانية فيها بقى البحر والساحل والقرى السياحية. كنت بتفرج عليهم من الباب. انا كنت قاعدة في نص العربية، قاعدة قدام الباب الخلفي بالظبط، واخده الكرسيين كده دول اللي قدام الباب الخلفي، واولادي كلهم اللهم بارك ورايا. تمام. فشايفه بقى من الباب البحر، الساحل، العلمين، القرى السياحيه، منظر رائع. تمام. هنا الناحيه دي بقى كله عامل اللي هي ابراج الحمام. ابراج الحمام ياما. شكل الفلل كده جميل. والزرع والكباري بقى اللي احنا فضلنا نطلع وننزل فيها ديت. بصراحة الطريق بسم الله ما شاء الله حلو جدا. هو بيقف في ريست واحد بس، يعني انت قدامك طول الطريق ريست واحد بس. الريست وقف فيه اللي هو ريست الضبعة. الضبعة. الريست ده جميل جدا حلو، بس الحاجة اللي فيه الأسعار تتضرب في 2. فنجان بقى قهوة، شاي، شيبسي، بسكوت، مية، ضرب في 2. تمام. السعر بيبقى في 2. دخلنا عزكم الله الحمام دخوله ب5 جنيه. الحمام كان نضيف جدا، ويعني كتير حمامات كتير كده جوه، فمفيش زحمة والكلام ده. وكمان كان في جامع حلو كده، عاملين مكان كده للسيدات. المهم احنا وصلنا ودخلنا وتوضينا ودخلنا صلينا المغرب. وبعد ما صلينا يا دوبك طلعنا الاتوبيس عشان يتحرك، لقينا العشاء ادن على طول. فقلنا خلاص مش هننزل طبعا تاني من الاتوبيس. فقلنا خلاص لما نوصل السكن نصلي العشاء. يعني احنا يا دوبك يعني نعتبر وصلنا على اذان العشاء. تمام كده. بيسيبك شوية تنزلي تمشي رجلك، اللي عايز يصلي، اللي عايز يشتري حاجة، بيسيبك براحتك كده. ربع ساعة اللي انتي تنتشري في المكان وتحركي رجلك شوية. طبعا الرجالة بتنزل تشرب سجاير والكلام ده كله. طيب احنا وصلنا بالظبط مطروح الساعة 11. وصلنا السكن 11:30، 11:30 بالظبط. يعني وطالع بينا من 21 من عند كافيه الزورو الساعة 7، وطالع من محطة الرمل الساعة 5. يعني الناس اللي قاعدين من محطة الرمل دول قاعدين من الساعة 5. احنا ركبنا 7 وصلنا الساعة 11:30. تمام. ما انصحش حد يطلع مصيف من غير ما يكون مظبط اموره. يعني لو انت مش هتطلعي مع شركة سياحية، وهقول لكم انطباعي عن اول مرة اطلع مع شركة سياحية. انا على طول زي ما بقول لكم كده انا باجر شقة، معايا رقم السمسار. احنا اول مرة روحنا خالص اصلا مطروح، كان صديق زوجي كان هناك، والمهم ان هو صور لنا الشقة اللي هو فيها فعجبتنا. فكلم السمسار قال له اخويا هيجي يقعد مكاني بعديه. فروحنا فاخدنا بقى رقم السمسار وبقينا على طول مع السمسار ده. كنا الشقة في شاطئ الفيروز جنب فندق دومة. فبقينا ننزل عند السمسار ده، وبعد كده لما هو ساب العمارة دي بقى يأجر جوه الفندق. برضو انا مصوره لكم في الشقه قبل كده، وصورت برضو في الفندق بتاع فندق دوما، لكن دي اول مره اطلع مع الشركه السياحيه. وهنا كنت بصور لكم الاتوبيس من جوه كان شغال هنا كده مسرح مصر. الاتوبيس بيكون فيه شاشتين، شاشه كده اللي هي قدام، وفي شاشه كانت جنبي على طول عند الباب. يعني ولادي قاعدين شايفين الشاشه التانية قريبه جدا ليهم، انا الشاشه جنبي. تمام كده. ففي شاشتين هنا. ده كده الموقف بتاع مطروح. دخلنا كده موقف مطروح، اللي انت لما بتركبي مشروع عادي بينزلك من اسكندرية بينزلك عند الموقف ده. تقدري بقى من هنا لو انت راكبه مشروع بتنزلي هنا عند الموقف زي الموقف بتاعنا في اسكندرية. هتنزلي لو انت عارفة المكان اللي انت رايحاه
بتنزلي بتقولي لهم مثلا انا عايزه اروح مثلا شاطئ الفيروز، عايزه اروح الحته الفلانيه، هيقول لك اركبي المشروع الفلاني. وهنا ابتدينا اللي احنا دخلنا بقى ايه، خلاص دخلنا كده مطروح. دخلنا السكن على الساعه 11 ونص، سلمونا الشقق وقعدنا بقى اليوم ده. وهنا تاني يوم الصبح هنا بقى طريق الكورنيش، هنا كده طريق الكورنيش هتلاقي بقى كله، بصي كل البراجولات لسه، احنا الصبح بدري لسه مفيش حد، لو لقيتي حد هيبقى العدد قليل جدا. كل طريق الكورنيش كله بقى ملاهي، يعني كل بين شاطئ وشاطئ هتلاقي ملاهي، كافيهات، محلات بقى، مشروبات والكلام ده كله. كل ده بقى بالليل بيبقى شغال، وانوار بقى ومزيكا. كل ده بقى بالليل بيبقى منظر روعة جدا. الملاهي دي بتشتغل بالليل، بيشغلوا بقى أغاني وحفلات والكلام ده كله بيبقى بالليل. هنا بقى ده كده طريق الكورنيش. بعد ماشيين بقى شاطئ النخيل، وشاطئ الفيروز، محلات كافيهات، محلات بقى فريسكا، كل الكلام ده. وكمان هناك في مطروح تقدري ان انت تجيبي، يعني احنا جبنا أكلة سمك، أسعار السمك هناك نفس أسعار السمك هنا، ما فيش حاجة غالية ولا حاجة، تمام. السمك بيبقى حلو. لكن انا ما بجيبش اكل جاهز. لكن لو هناك انت عايزه تجيبي اكل جاهز متاح ليكي محلات كتير جدا، وهناك شغالين بسم الله ما شاء الله ال 24 ساعه. يعني تنزلي الساعه 3 الفجر في محلات، تنزلي الساعه 6 الصبح في محلات، بصوا شغالين 24 ساعه. عايزه بقى، انا مش بحب اشتري الفراخ من هناك والحاجات دي، لان ممكن الفرخه تبقى جايه لا مؤاخذه بدمها، مشويه قوي محروقه. في سنه جبت قبل كده فراخ مشويه كانت محروقه، مره، انتوا فاهمين، مره من كتر ما هي ما اتحرقت من الشوي. فانا بالنسبه لي لما انا بعمل اكلات معايا، اولا طبعا موفره، وتاني حاجه انا متاكده من نظافتها، عامله الاكل اللي ولادي بيحبوه ان هم اكيد باذن الله ياكلوه، وحاجه انا يعني عاملاها بايدي، ما عنديش بقى ايه شك في اي حاجه. لكن السمك عادي، احنا اصلا من هنا بنشتريه جاهز. السمك في الاصل يعني ما بياخدش وقت في التسويه، تمام كده. وفي كمان عندك فتح الله، فتح الله فيه اكلات لو انت عايزه تشتريها نيه بتشتريها كده، ولو انت عايزه تشتريها متبله عنده كمان قسم هو متبلين فيه الفراخ. يعني في كفتة متبلة، في بانيه متبل، ممكن تاخديها على التسوية على طول. فالأكل ده حاجة سهلة قوي. وأنا ماشية بقى كده خدت الأكل زي ما أنا وريته لكم في الآيس بوكس، ونضفت التلاجة. خدت بقى كام طماطماية، ليمون، خيار، فلفل، كل دول كانوا في كيس واحد صغير كده. لميت الحاجات اللي كانت في التلاجة. كام بصلاية، ما اشتريتش انا من هناك ولا خيار ولا طماطم ولا حاجة، اشتريت بس جبنات، مية، عصير، حاجة ساقعة. والفول والفلافل كان يعني جنبي على طول بتاع فول وفلافل، كان بصراحة الفول والفلافل بتوعه كانوا روعة. فحاجات بسيطة اللي انت بتشتريها وانت في البيت، الفطار والحاجات اللي هي الفول والفلافل والجبنات. تمام كده. احنا كده اول يوم رحنا شاطئ كليوباترا. شاطئ كليوباترا بيبقى امان جدا للاطفال. خدنا كده براجولة صغيرة، كل عائلة أخدت براجولة كده منفصلة فيها خصوصية شوية. الشاطئ بصوا اللي جوه قوي دول، بصوا المية لسه ما وصلتش عند نصهم، فالناس اللي جوه دي مش جوه قوي يعني، انتي مهما بتخشي المية ما وصلتش لسه عند نصك. فأمان جدا للأطفال الصغيرين، لأن شاطئ كليوباترا بيبقى مقفول، يعني ما فيهوش موج زي الشواطئ اللي عندنا. فالشاطئ هنا ده أمان. وفيه طبعا الألعاب المائية، أمان جدا بالذات للأطفال. يعني اللي معاه أطفال، شاطئ كليوباترا من الشواطئ الرائعة اللي انتي ما تبقيش قلقانة على ولادك مهما يدخلوا جوه، ومفيش ولا موجة تقلبهم ولا الكلام ده كله. وده كده كان أول يوم لينا هناك.